انتشرت في الساعات الماضية أنباء حول انفصال مجدي الهواري ودنيا عبد المعبود بعد مرور شهرين فقط من زواجهما، مما أحدث حالة من الجدل، خاصة بعد إقدام الثنائي على إلغاء متابعة بعضهما. وأثارت دنيا عبد المعبود زوجة مجدي الهواري جدل كبير وواسع، وذلك بسبب نشرها رسالة غامضة تشير إلى انفصالهما. ونشرت الستايلست دنيا عبد المعبود ستوري على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، حيث كتبت: نكتفي بهذا القدر من شرف المحاولة. ولم يتحدث المخرج مجدي الهواري عن هذه الأخبار، ولكنه اكتفى بإلغاء متابعتها عبر الانستجرام، ما أثار مزيد من الشكوك حول انفصالهم. ولكن رجع ونشر المخرج مجدي الهواري صورة له عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام، وظهر فيها مع زوجته دنيا عبد المعبود في أول ظهور لهما بعد انتشار شائعات طلاقهم. وعلق مجدي الهواري على صورته مع زوجته دنيا عبد المعبود بالإنجليزية، فيما يعادل بالعربية قائلا: من باريس مع حبيبتي. وقد أثار المخرج مجدي الهواري وزوجته دنيا عبد المعبود حالة من الجدل الواسع بعد حذف صورهم عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وتسبب قرار مجدي الهواري ودنيا عبد المعبود بحذف صورهم في خروج عديد من الشائعات حول طلاقهما، وهو الأمر الذي نفاه كل منهما في تصريحات صحفية، وأكد أن كل ما تردد عار تماما من الصحة. وبكده تصدر مجدي الهواري ترند جوجل بعد حذف صور زوجته دنيا عبد المعبود عبر انستجرام التي تبلغ من العمر 35 عاما، بينما مجدي الهواري 46 عاما، أي أن فرق العمر بينهما 11 عام. وكان احتفل المخرج مجدي الهواري بحفل زفافه يوم 15 أكتوبر الماضي على ستايلست دنيا عبد المعبود وسط مجموعة من الأصدقاء المقربين من الوسط الفني. وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الفيديوهات من حفل زفاف مجدي الهواري والستايلست دنيا عبد المعبود، وحرص أبنائه على حضور حفل زفافه. وبكده تكون انتهت فقرتنا. لو عجبتك القناة ما تنساش تعمل لنا لايك واشتراك وتفعيل زر الجرس.